عرفت إذا صار لك موقف وتكرر أكثر من مرة وصار عندك الإيمان فيه مختلف عن الشخص اللي يبلغ. تخيل مثلا أقول لك انتبه ترى والله العظيم السواقة بالجوال خطرة، زين أنت تقول إيه خطرة، لكن أنت تصدم ويصير لك حدث قوي وممكن تترقد فتجيك حالة فوبيا أو خوف مبالغ فيه. ليش؟ لأنك لمسته واقع. هذا اللي أنا بقى أقصده في موضوعي فيما يخص الرزق. أنا صار لي موقفين في براندين مختلفين عن نفس الحدث هذا، اللي هو أسباب لها علاقة تمس الرزق، ربما انها يعني ما لها علاقة في أصل العمل، يعني مو منتج، مو رحلة عميل، مو ديكورات معينة، مو بلوكيشن، لا نفس الشيء موجود، بس أمر حدث بعيد كل البعد عن الأعمال المباشرة وتغير مسار المشروع. باخذكم القصة كذا طول شوي في السنابة. موسى عليه السلام يعني يعتبر عنده خصيصة مين موجودة في كل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عنده، اللي هو كلم الله، يعني هو الشخص الوحيد اللي كلمها الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك منع من القطر، فطلع هو 70,000 من قومه يدعون ويستغيثون الله أن يمطرهم. فكان في سحاب متقشع، في يوم دعا الله انصرف السحاب، فتغير وجهه وقال يا ربي ما هكذا عودتني. هم تعود إذا دعا الله استجيب له. فقال إن معكم بس 70,000 رجل يبارزني 40 سنة بالمعاصي، فبسببه منعتم من القطر، يعني اطلب منه يخرج فتغاثون. فقال عندي 70,000 شلون أوصل؟ قال عليك النداء وعلي البلاغ. فنادى أيها الناس فينا رجل يبارز الله 40 سنة فبسبب منع القطر فليخرج. مرة مرتين، هذا عرف نفسه ورفع رأسه إلى السماء وقال يا رب سترتني 40 سنة فلا تفضحني أمام 70,000، اللهم إني تبت لك. تجمع السحاب وأمطروا وأغيثوا. اليوم موسى ما سوى استمطار، موسى مثلا ما قال خلينا نروح مكان ثاني ننقل فيه، لا، في شيء تغير وأمطروا. اللي وصل له أنه الأرزاق التي تأتينا أو نفعل الأسباب فيها نمنع الرزق بسبب مثل هالمواضيع، وهذه أنا وقفت عليها شخصيا. عندي أكثر من براند عانيت من بعض مشاكلها بأسباب مثل هذه، ولما عالجتها تعالجت نهائي. الموقفين اللي يمكن صارت لي يعني في مسار مشروع يكون ممتاز وناجح يدخل فيه طرف آخر يكون عنده لوثة أخلاقية، نذل، يعني لو يقدر يأخذ اللقمة من فم العامل أخذها، ويحاول قدر الإمكان يعني التحقير من شأن العمالة أو الموظفين، فهذا من دخوله في المسار يغير شكل وإنتاجية البيع بشكل عظيم، وهذا أنا وقفت عليه ولمسته. أيضا في براند آخر، وهذا اللي وقلت الموضوع هذا لأحد الأشخاص المقربين لي، في واحد جاني وكلمني عن شخص شريك معنا قال ترى عنده الموضوع الفلاني وفلاني، انتبه ترى المال اللي كذا، فتحققت وأصبح واقع. فتواصلت معه قلت أنا بشتري حقك كامل وشريته. شريته منه اليوم، والله يا جماعة من بكرة جتني عليه طلبات فرنشايز، من بكرة تغيرت مبيعات الفرع. أنا لا يمكن أصدق هذا الحدث لو ما صار لي أنا شخصيا. لذلك قاعد أقول لي يا جماعة اللي عنده شيء وما مشى، عنده موضوع وتعقد، يفتش في اللي معه بنفسه. ربما عنده عذروب كبير، ظلم في أحد، أساء في أحد، كذب على أحد، أكل حق أحد، يرجعه. ومتأكد أنا أصبح بالنسبة لي موضوع يقين بيتغير مسار موضوعه أو مشروعه أو خلافه أو حياته بشكل كامل. لذلك لا تفهم أن المشاريع فقط تقاس على الديكور واللوكيشن والتشغيل فقط، لا، في أسرار أخرى مهم جدا تعيها وتلتفت لها، وأعتقد أنها عمل تكاملي
فإذا أكرمت الناس أكرمك رب الناس. بالتوفيق، وإن شاء الله أني ما طولت عليكم. سلام.